أيضا بعض الجمعيات الأهلية بيوم اليتيم. وخلال الحفل الذي أقيم أمس تم تقديم الهدايا والأطعمة للأطفال الأيتام، كما تم تقديم عروض غنائية لإدخال السرور عليهم وتكريم العديد من أسر الشهداء والأمهات المثاليات والطلاب المتفوقين من أبناء المحافظة. في إطار احتفالات محافظة الفيوم بيوم اليتيم الذي يوافق الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام وتتواصل الاحتفالات به طوال الشهر، نظمت إحدى الجمعيات الأهلية بالمحافظة أمس احتفالا بهذه المناسبة ضم عدد كبير من الأطفال وممثلي منظمات المجتمع المدني ورجال الدين، حيث تم توزيع الهدايا والأطعمة على الأطفال، فضلا عن تقديم عروض غنائية وترديد الأناشيد الوطنية. كلامنا حضرتك عن شعورك نظف وانت في وسط الايتام النهارده. والله حاجه تفرح جدا، الواحد لما بيشوف الايتام ومجرد ما يمشي ايديه على شعرهم بس كده انت عارف حسنات كتيره، والرسول صلى الله عليه وسلم وصى على كف اليتيم يعني، وقال انا وكف اليتيم واشار باصبعيه السبابه واليمنى كهاتين في الجنه، فحاجه ممتازه. الواحد بيبقى من جواه مبسوط جدا ان هو بيقوم على خدمه اليتيم ويشوف فيهم بس كده او في عينيهم فرحه وابتسامه، فحاجه دي بتخلي يعني شايف ان رسم البهجه واللي تسمع على شفاهم دي مطلب الشعب؟ ده هو الهدف اللي احنا بنسعى ليه، هو الهدف اللي احنا بنسعى ليه ان الولد بس او البنت اليتيمه يكونوا مبسوطين في اليوم ده، وحاجه تفرحنا جدا يعني. النهارده نحضر اليوم مع الايتام، اليوم ده بنستناه كل سنه في اليوم ده عشان ربنا جعلنا السبب ان احنا ندخل البسمه والبهجه على اولاد الايتام في اليوم ده يعني. تنظيم الحفل ده، ويا ريت يعني رجال اعمال والناس كتير قوي تشارك في الموضوع ده ويتبنى الايتام عشان يقدروا ان هم يساعدوهم في المعيشه وفي مواصله التعليم، مراحل التعليم بتاعتهم يعني. وخلال الحفل تم تكريم بعض من أسر الشهداء والأمهات المثاليات بالمحافظة عرفانا من المجتمع المدني بدورهم في خدمة المجتمع وتعظيما للتضحيات التي قدموها، كما تم تكريم بعض الطلاب المتفوقين. جدير بالذكر أن الاحتفالات بيوم اليتيم ستتواصل حتى نهاية شهر أبريل الجاري. أخذ بمعهد البحوث والدراسات